عمرك سمعت عن شركات الزومبي؟ ايوه صح اللي انت سمعته، في شركات يطلق عليها شركات الزومبي فعلا. ظهر مصطلح شركات الزومبي لاول مره في اليابان خلال العقد المفقود، تحديدا في التسعينات، وده بعد انفجار فقاعه اسعار الاصول. وفي الفتره دي كانت الشركات معتمده بشكل كامل على الدعم المصرفي للبقاء في العمل، وده بالرغم من انها شركات متضخمه وغير فعاله وفاشله. فظهر مصطلح الزومبي مره تانية عام 2008 في امريكا، وده بسبب عمليات الانقاذ الحكوميه الامريكيه واللي كانت جزء من برنامج اغاثه الاصول المتعثره TARP. فالزومبي في عالم الاعمال هي الشركات اللي ارباحها كلها يا دوب تسدد بيها ديون التشغيل والخدمه، وبتعتمد الشركات دي بشكل كبير على البنوك للتمويل، او زي ما تقول كده ان البنوك اساس الدعم في حياتهم. فما تستغربش لما يتقال على الشركات دي الاحياء الاموات، واللي الاسهم بتاعتهم اسمها اسهم الزومبي. في الغالب شركات الزومبي بتفشل وبتكون ضحيه للتكاليف الكبيره واللي مرتبطه بالديون، وده لانها بتفتقر للموارد اللازمه للاستثمار الراسمالي والمسؤول عن النمو. ولو الشركات دي وظفت ناس كتير بتحول فشلها لقضيه سياسيه، وبيتم اعتبارها اكبر من انها تفشل، واللي بيخليها مستمره ولكن مش قادره توفي بالتزاماتها الماليه. فبتدخل في مرحله الاستثمار الخطر، واللي بيعمل انخفاض قوي في اسهمها الماليه وبتفلس في النهايه. فبمجرد ما بيحصل تغير في السوق بتكون شركات الزومبي من اول الضحايا اللي بتقع، وده لانها مش بتكون قادره على سداد التزاماتها الاساسيه، واللي بيتسبب في ان ديونها بتكون اكتر تكلفه للخدمه، في حين ان ابقاء الشركات دي في السوق بيكون عن طريق دعمها من برامج اغاثيه او معونات حكوميه. والناس الاقتصاديين بيشوفوا ان وجود الشركات دي في السوق هيعيق نمو الشركات الناجحه، واللي بيتسبب في النهايه بمنع وجود فرص للعمل. خدوا بالكم من نفسكم. سلام عليكم.